السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ النهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم عن ازاي تخلي اللودر من مانيول لاوتوماتيك. هشرح لكم الطريقة وهشرح لكم كل حاجة ان شاء الله بالتفصيل. لو عجبك الفيديو ان شاء الله ما تنساش تعمل اعجاب، ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. تمام كده يا شباب، يلا بينا نبدأ علشان ما اطولش عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بص، شايفين المفتاح ده يا شباب؟ ده المفتاح بتاع المانيول والاوتوماتيك. المانيول والاوتوماتيك، لو انا عايز المانيول هجيبه على علامة الايد، يبقى انا على علامة الايد هغير بايدي، هغير اللودر بايدي. يبقى ادي اغير واحد، ادي كده اتنين، ادي كده تلاتة، ادي كده اربعة. تمام كده يا شباب، ده يبقى اسمه المانيول بالايد. بالايد يبقى انت هتجيب على علامة الايد. طيب انا شغال وعايز اللودر يشتغل اوتوماتيك، انا وشغال، يبقى هتجيبه من 2 ل4، هتدوس كده اهو، من 2 ل4، من 2 ل4، يبقى هو اللودر هيغير مع نفسه. تمام كده، يبقى اللودر هيغير مع نفسه. طيب لو انا شغال او ماشي، لو انا معلش انا اسف، لو انا ماشي على الاسفلت وعايز اللودر اوتوماتيك ومش عايز اغير بايدي، يبقى في الحالة دي هتجيب من 1 ل4، من 1 ل4، هو هيغير مع نفسه الغيارات. تمام كده يا شباب، يبقى انا لو عايز اللودر مانيول بالايد هجيب على علامة الايد دي، وهو انا هغير بايدي، يبقى على علامة الايد دي انا هغير اللودر بايدي. طب انا عايز اوتوماتيك، من 2 ل4 هجيب هنا من 2 ل4، هدوس من 2 ل4، انا وشغال وهو هيشتغل مع نفسه. تمام كده، لو انا ماشي على الاسفلت هجيب من 1 ل4، يبقى كده هو هيغير مع نفسه. تمام كده، يبقى انا هجيبه على علامة الايد، انا عن نفسي شغال على علامة الايد على المانيوال. تمام كده اهو، ادي المانيوال هتغير مع نفسك، ادي واحد، ادي اتنين، ادي تلاتة، ادي اربعة. تمام كده، ده المانيوال. تمام كده، تشتغل على المانيوال. حبيت تشتغل على الاوتوماتيك، يبقى من المفتاح ده عايز تشتغل على علامة الايد، اوكي. عايز من 2 ل4 مفيش مشاكل، عايز من 1 ل4 مفيش مشاكل. تمام كده يا شباب، ده الفيديو بتاع اليوم النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اعجاب، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.